سحر بجد، نسيت الآية. بيبي خرفان بتعملوا اعمال على بيبي في الخرفان؟ انا ما صدقتش والله العظيم لما امي قالت لي مالك يالا هي سحرالك ولا ايه؟ ولا لا يا ماما ايه سحرالي دي؟ كان معاكي حاجه كنت سحرالي فعلا. ايه الحاجات دي؟ يعني انا طالبه العمل اونلاين يعني؟ شمال المغربيه لقلب الحبيب واكل الزبيب. تمام، هتكون بتاعت ايه يعني غير انها تبقى بتاعت اعمال؟ انت ازاي مش عارفها؟ ما انا مش عارفها. وريني بقى يا هانم في الرجل الاسد، بتطلبوا رجل اسد؟ دي حاجات عشان جايباها في الخصم قبل رمضان. هو انا هطلب لك عشان اعمال اونلاين ولا ايه؟ مش فاهم ايه يعني الاعمال الاونلاين. قبل رمضان عايز تلحقوا تعملوا الاعمال قبل رمضان عشان بقى الجن عليها بيتسلسلوا؟ خصم، عليها خصم قبل رمضان. طبعا عشان خاطر الحاجه دي مش هتشتغل قبل رمضان، ما حدش بيشتغل في الحاجات دي قبل رمضان. طب استنوا واشتغلوا على العيد يكون كل حاجه اتفكت السلاسل بتاعتها. جايبه ايه انت دي بقى؟ زبده. يا نهارك ابيض، بتحطي الاعمال في الاكل؟ دي زبده جسم. جايبه زبده؟ زبده جسم مرطبات. ليب جلوس، عشان لما تحطي بقى الليب جلوس ده انا اشوفك حلوه. مسحور له، جايبه روج مسحور له. لا هو انت هتشوفني حلو عشان هو حلو وعشان انا حلوه، مش عشان انت. بطل بقى اللي انت بتقوله ده. ما امي كانت بتقعد تقول هو انت شايفها قمر يا ابني اتجوز واحده قمر؟ اقول لها يا ماما دي احلى واحده في الدنيا. لا عشان بحط الليب جلوس ده. مش بتحطي الليب جلوس ده فانا بشوفك قمر، يعني انت لو ما حطيتهوش طب انا همنعه منك لما اشوفك على حقيقتك. وريني بقى جايبه ايه هنا. صابون مغربي بالنيله. نيله زرقاء. نيله زرقاء؟ أيوة. دي فعلا مستخدمه، يعني حاجات بتستخدم في الاعمال. جايبه نيله زرقاء؟ انا امي قالت لي بكره هتروح تشيل النيله في الجوازه دي. ادي النيله، شايلتيني نيله زرقاء. يا احمد دي بتفتح. بتفتح ايه؟ دي زرقاء ونيله. بتفتح الجسم والله. ده عند المغاربه دي نار. مغاربه؟ وبعدين دي اوريجينال اصليه جايه من المغرب على هنا. الاعمال اتطورت بقت اونلاين. ايه الحجر ده بقى؟ ثواني، ده الطمي. ده بقى اللي بتحطوه وتقعدوا تبخوا عليه مبخره عشان تطلع. انا عارف ده من حاجات من التحضير، بتحضروا بيه بقى الطمي ده. ايه رايك؟ طب والله العظيم ضاحكين عليك وجايبين لك شويه تراب. ده طمي مغربي، ده جميل للتفتيح. تفتيح بتفتحوا الجسم. المجال؟ بيفتح المسام بتفتحوا الابواب العالم السفلي ولا بتعملوا بيها ايه؟ والله جاي من المغرب بجد، مش شويه هزار. حجاره. ما انا اللي مقلقني ان هم جايين من المغرب. يعني انت بتستخدميها ازاي دي؟ يعني بتمسكي دي وتحطيها على ايدك ولا ايه كده؟ بنبله لحد ما هوريلك. ايه ده؟ ايه يعني احنا مش مكفينا النيله جايبين بيبي خرفان؟ بيبي خرفان؟ بتعملوا اعمال على بيبي في الخرفان؟ ده حمام مغربي. ده حمام مغربي يعني بيبي مغربي؟ لا حمام يعني شاور مغربي، حمام مغربي زي حمام التلات حمامات اللي بتتعمل للعرايس، مش حمام يعني تويلت. يعني احط على جسمي؟ حاجه عطاره بقى، حاجه من اللي انا اعرفها. اوعى تدلق. ده ايه بقى؟ دي التبريمه الصحراويه بقى. ايوه. 21 عشبه مغربيه و3 انواع من الاملاح. والله العظيم فعلا دي طلبات تنقى. طلبات مين؟ طلبات بتاعت الاسياد. الحقي مكتوب ايه ده؟ صابونه القهوه دي فيها بن؟ ايوه بص، فيها اسبريسو كده حقيقي، حبيبات بن حقيقيه. بس انا اللي اعرفه ان البن بيبطل العمل. لا ده الليمون. وانت عرفتي منين؟ إيه؟ قالت لك بقى ما تستخدمهوش. قالت لك هو تحطي الليمون في الحاجه. ولما الليمون من البيت كله ما فيش ليمون. لا هو الليمون غالي، انا ما جايبه ليمون عشان الليمون غالي. حليب عشان تستحموا بيه، تغسلوا بايديكم بعد العمل. حليب مرطب بالارجان بالزيوت الطبيعيه والاحماض الدهنيه الاساسيه، غني بفيتامين اي. الكلام ده كله فيه التمويه صح؟ تحطوا لي بقى في الشاي بلبن الصبح. يعني انت هتحطي لي بقى ده شاي بلبن الصبح على باب الشقه تبريمه عشان اغطي عليها، وفي كل ركن هتحطي لنا خرفان ده صح؟ جايبه جوانتي بقى مغربي عشان ما تمسكيش الحاجه بايدك. هو الجوانتي بتاع الحاجات دي بيبقى من غير صوابع؟ تليفه مغربيه والله. انا مش مصدقك، والكلام اللي بتقوليه ده مش داخل دماغي. تتلم الحاجه بتاعتك دي وتروحي تقعدي عند مامتك وانا هشغل هنا القران واجيب شيخ يتاكد. بقول لك ايه الدنيا تمام يبقى ارجعي يا ست البيت بيتك. عايز تخليني اسيب بيتي عشان هعمل حمام مغربي؟ بقول لك ايه، قوم معايا، قوم انا هوريك الحاجات دي ايه. شمال المغربيه بعتوا لي فيديو بيقول ازاي نعملها. بناخد الصابون المغربي الاصلي. فين الصابون المغربي الاصلي ده؟ بس انا قايله لها تبعتوا لي بالنيله. بنحط عليه تبريمه. التبريمه دي 3 انواع من الاملاح. ماشي، دي التبريمه اللي 3 انواع من الاملاح و21 عشبه. بتصفي الجسم من كل الشوائب اللي فيه. ماشي، بتصفي الجسم. بس انا سالك والله. هنحط مثلا يعني ده قد ده. احنا هنعمل قد ايه؟ اعمل لك ايدك، ايدي، رجلك، رجلي،
لازم نسمي الله. بسم الله. طب ما كده العمل هيبطل. ايه؟ ما فيش حاجه. حط معلقه، كفايه عليك معلقه. اديك واحده اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ابوظ كل اللي انت بتعمليه ده. صابون بالنيله. النيله الزرقاء. احطه على وشي. تقريبا احط منه معلقتين، لا مش على وشك ان شاء الله، اهو معلقتين كده صغيرين. وبعدين نحط عليها بقى ايه، شويه ميه لحد بس ما تعمل عجينه. بس ده صابون بالنيله. ايه بقى النيله دي؟ دي عشبه عاديه كانت موجوده عند القدماء المصريين عادي، وموجوده في المغرب. مفيده للبشره، بس موضوع بسيط. بتعمل ايه؟ بتموت الجلد بتشيل الجلد الميت. موت الجلد الصاحي وبس. لا بتشيل الجلد الميت والله. بحاول اصفي النية مش عارف. اهي بقت عامله كده ايه، زي العجينه كده. فاهم؟ الجلد الميت الجلد الميت، جلد الوزه جدا بنحط عليه هو جلد الوزة ايه المشكلة فيه؟ ومين عنده جلد وزة اصلا؟ الشمة المغربية دي انت متعرفش، دي سرها باتع. هربط ايدي تاني. هجبسها. هنا انت عايز من هنا؟ ما هنا اللي مفيش شعر، لو عملت اي حاجة هنا في الشعر معرفش مش ده هنلاقيه. بيوقعه ولا ايه؟ مش هنلاقيه. لا هنا. ايه؟ بقرف. التبريمه والصابون اللي احنا العجين اللي احنا عملناه، ونفرده على الجسم بطريقه كده دائريه، ونفرك عشان الجسم يتشرب من المعادن والفيتامينات اللي في الخليط اللي في التبريم كده. نشطف نخليه ربع ساعه، انا بقول ربع ساعه لغايه نص ساعه على قد ما الوقت بتاعك يسمح لك. بنشطفه كويس بس بعد ما ينشف ده. على ايدي كده نص ساعة؟ ممكن تعملي ايدي التانية وحطهم جنب بعض يبقى علم نيجيريا. لا احنا عشان نشوف الفرق بين الايد دي وبين الايد دي. يعني الفكره بقى ان احنا بنعمل الحاجات دي في اي سنتر او كده بتبقى غاليه جدا، ومبيبقاش فيها خصوصيه بقى. يعني المفروض بنت عروسه راح تعمل بقى ايديها ورجليها ووشها وظهرها يعني راح تعمل جسمها، بتروح تعمل نجيل صناعي كده؟ فهتقلع بقى بره البيت. ايوه. فمبقاش فيه خصوصيه. تعملها في البيت احسن. مفيش امان. جرب على جوزها. افرض المكان ده فيه كاميرات. افرض في حد بيحط عمل في وسط الحاجة. لكن في البيت امان. طب هو البتاع ده مش بيتعمل كده؟ لما سيبه نص ساعه بس، نص ساعه بقى وراجع لك، اوعى تتحرك. لا ما انا مش هقعد كده نص ساعة. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. فات نص ساعة، مش هنقوم بقى نغسل النجيل ايه؟ نخش نغسل الصابون ده. كده نخش على المرحله اللي بعدها بقى. ايه بقى؟ كده خلاص. ايه بعد ما غسلنا ايدك والله بقت جميله، مش عارفه من حيث ايه، بس حاسه بص نطفت. وايه اللي وقع ده؟ ايه؟ في حاجات وقعت. ايه حاجات؟ انت كنت عددهم يعني؟ شعر ايدك كنت عدوا؟ انتم شايفينه ده في الفيديو، ده مش قرف. ده مش قرف. ده الجلد الميت. لا ده قرف، دي عفانة. ليه؟ ما اللي عنده جلد ميت بالكمية دي كلها دي تبقى عفانة. عشان كده بقى بنعمل حمام مغربي باستمرار. بص البتاع كشت ازاي بعد ما بلتها. ايوه صغرت قوي. ما بتكش بعد ما بتتبل. هي الست دي قالت كده؟ بتتكسف. قالت كده والله. صنع في المغرب. الاصليه اهي. بنحطها في ميه سخنه. نحطها في ميه سخنه. احنا عندنا في دي صغرت بقت على قد ايدي. عشان كده لونها احمر. طب مش عاملين ليه عليها نجمه خضراء؟ الليفه المغربيه طبيعي انها بتكش. طبيعي انها بتكش يعني ما تتخضيش. عامله زي الليفه بجد. البتاعه دي بتشيل الجلد الميت؟ طب انا لو ما عنديش جلد ميت؟ هتشيل حي. هتموته وتشيله؟ نحط بقى ايه؟ طمي بقى. الطمي المغربي ده. ازاي؟ كده. والجسم بيمتصه؟ هتقعد بقى كده نص ساعة. انا حاسس ان احنا هنلعب سيكا. كان اسمها ايه؟ سيجا. سيجا. هنلعب سيجا على دراعي. بهزر معاك. لا هنحطها في ميه لحد ما تبوش وبعد كده نحطها على ايدك. بعد ما اكتشفت ان انت يعني المعلقه اللي انا حطيتها دي اصلا كانت كتيره على ايدك، فقررت ان انا اجيب اصغر سلطانيه في البيت احط لك. والله باين فرق. انا حاسس ان دي فتحت عندي. ده بيدوب. بيدوب خالص. هنحط بقى ده على ايدك بقى. هتداني وريد؟ ايه ده؟ انا ايدي كده اتوسخت. بس نفرده كده. استنى هي قالت ايه في الفيديو؟ انا اعرف نفركها. الطمي المغربي معروف بالمعادن والفيتامينات اللي فيه. طب والله خساره، في معادن وفيتامينات كنا كلناه. ينشف ونشيله بطريقتين. قالت لحد ما ينشف. لو انت مستعجله نشيله بطريقتين، يا اما نقب عليه ميه لو انت مستعجله. لو عاوزه تستفيدي منه اكتر في التفتيح. لو عايزه تستفيدي مني اكتر في التفتيح نفركه كده. نفركه كده.
ننزله بالفرق. بينزله بالفرق. انت اصلا عيل مفرق، هتشيله بالفرق. انا هفرك شويه كده لحد ما انزله. ايوه نشفت. نشفت وحجرت. ده بينزل فعلا. اوه حاسس ان انا كنت صنايعي وشغال في شقه نقاش، وبقى في شويه اسمنت مطرطشين على دراعي. حاسس ان انا عايز اجيب شويه رمل احطهم عشان ياخدوا الاسمنت ده ويوقعوا. الدلكة السوداني. الاختيار الثاني الدلكة السوداني. هي حطت عليها في الفيديو زيت ارجان، فانا هحط مرطب. هو زيت الارجان ده اوف على الريحه، ريحته حلوه قوي والله. مخسره فيك لسه فاضي. بس جامد والله، حلو قوي زيت الارجان. زيت ارجان حرب. انت بتحط على ايدك ليه؟ ده جميل. ليه بنفرك كتير؟ نفضل نفرك 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 عشان تشيل الجلد الميت هنوصل للعظم في اخر الفيديو. بعد ما غسلناها قول لي ايه رايك بقى في ايديك الاثنين؟ ريحه ايديا حلوه قوي، شم ريحه ايدك. ريحتها حلوه. ريحتها حلوه بس هي دي مش ناعمه قوي زي دي بجد، عشان دي خدت كذا خطوه. بعد ما بنفرك الدلكة كويس ونغسلها بندخل بقى ايه بالمرطبات. انا بعد ما نفرك الدلكه كويس اللي احنا الدلكه السوداني دي ونغسلها نعمل ايه؟ مرطب بالحليب المرطب. ندخل بقى بالحليب المرطب ده. بيعمل ايه بقى الحليب المرطب؟ بالارجان يا بنات جميل جدا. ده بقى بالارجان. شوف هتشعري بفرق جميل جدا، هتحسي بنفسك خفيفه وكانك يعني شلتي حاجه تقيله على كتفك. تعال خد شيل همومك، يلا هات ايدك التانية، شيل الهموم، شيل الحاجه التقيله اللي على كتفك. شيلتيها من على كتفك. ده اقتصادي جدا، تعمليه في البيت. رخيص كمان، يكفيكي 3-4 شهور يعني. الحمام المغربي ده يكفيك 3-4 شهور بس الجسم كله. يكفيكي ايه؟ لا انا داخل هنا عشان اعرف ان الحاجه دي تمام وانت مش جايبه اعمال. ما تعملنيش كاني واحده صاحبتك بتعمل لها حمام مغربي. لا انا هاخد شويه. انت حاطه لي كتير قوي. بس انت بس اعمل كده، اعمل كده، اعمل زي كده، اعمل زي كده وكده وكده وكده. ايوه خلي كده ايدك. انا بتيمم بالحليب. سحر ده سحر. ليه؟ حليب وهعمل بايدي كده. احنا جينا مرحله السحر. هنا السحر هنا. والله ده كل اللي فات تمويه عشان السحر. والله ده مرطب بالارجان والزيوت الطبيعيه والاحماض الدهنيه الاساسيه، ما فيهوش مشاكل والله. ما بتقولي لي اعمل بيه كده بقى ايوه عشان ترطب ايدك. اعمل بيه 3 مرات. الله اكبر. قل اعوذ برب الناس شر الوسواس الخناس ملك الناس اله الناس. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ دي قول اعوذ. سحر بجد. نسيت الايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بس صدق الله العظيم. ايه رايك؟ تبت. لا ايه رايك في ايدك؟ في الترطيب، في الريحه بتاع ده، ريحته فظيعه. ريحته حلوه. انا عايز اعرف ايه البن ده. ده مش هينفع ليك. ليه؟ ده سويت سوداني بالعود الملكي والدلكه، بس عليك تشم ريحته بس. يعني مش عارف. زيوت عطريه يعني، حاسه ان هو مثلا في ارجان وجوجوبا وزيت جوز هند وحاجات كده. لم بقى الحاجه دي يا زينه واتكلي على الله. لسه ايه؟ الزبده. مش جعان انا. وانا بطاطس بتحط عليها زبده ليه؟ زبده ترطيب. مش عايز انا زبده الترطيب. اهو بادي بطر. والله انا عايز زبده. ليه؟ لا امي قايله لي بتستخدم سمنه بس. ما هي السمنه الصفرا اهي. يلا العب بقى. ايه ده؟ انت حاطه لي مستردة ولا ايه؟ انا هعمل انا كمان، هحط عليه زي انا كمان. والله حلو قوي والله، ريحته جميله جدا. والله العظيم الجواز ده يهبل. ايه رايك؟ تيجي بقى اعمل لك تنظيف بشره؟ لا واحلق لك. لا حلمك ده انسيه. هحلق لك واعمل لك لا تنظيف. انا لا ليا في السكين كير ولا في تنظيف البشره ولا الكلام ده كله. طول عمري اكره ان انا استخدم الحاجات دي ولا المرطبات ولا احط على جسمي حاجه على فكرة ولا الحاجات اي دي حاجه. مش بتاعت خالص. البنات بس. لا شغل فرافير ده. انا احمد ابراهيم احط على جسمي حاجه سكين كير بقى واقعد ادعك في ايدي واخليها تبقى مرطبه؟ لا طبعا. انا طول عمري كده. يقولوا عليه اصحابي الرجاله يقولوا عليك ان انت راجل نظيف ومترطب
راجل مترطب اهو. نعمل كوبايه قهوه بقى دي بالشويه. صابونه قهوه. يلا 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 اغسل لك وشك بيها. انت بتتكلم جد؟ هي دي بتغسل بيها الوش؟ دي بتشد البشره، بتقلل التجاعيد، بتظبط المواعيد، بتبص تحفه. بتعمل كل حاجه. ممكن تصفرني دي؟ لا عايز لا اطلع الفيزا. ايه يا حبيبي ما شاء الله، ده انا عايزه ابخره. اتبخر. احنا مش بننقط صح، بننقط غلط. غلط. اهدوا. احنا عكسناه بس ماشي تمشي.